بسم الله الرحمن الرحيم. وبالقوي نستعين، وبالصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين، نكون نحن أقوى فئة من المسلمين، ونوصل إلى أعلى الدرجات من المؤمنين، فالحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن النرجسي. النرجسي بيقولوا عليه إنه شخص سام، وأفعاله مش موزونة، وعنده خلل في حاجات عقلية معينة، فبالتالي بيكون أفعاله مش متزنة. يعني اللي بنقول عليه صح بيقولوا غلط، والطريق اللي احنا بنمشي فيه يمين فهو بيعكسه وبيمشي فيه شمال. اللي نقول عليه أبيض هو يقول عليه أسود. طيب العلاقة دي بتبقى من أصعب وأشد العلاقات علينا. كل الناس اللي واقعة في حياتها ناس نرجسيين بيرهقوا جدا في حياتهم ومش عارفين ايه السبب، لأن بيلاقوا ان في ناس عايشة عيشة عادية جدا، واكلين شاربين حامدين شاكرين مصلين متوضيين نايمين قايمين. الله، اشمعنى احنا العيشة بتاعتنا مختلفة كده عن باقي العيشات؟ فمن هنا بيشتد انتباه الشخص اللي عايش في الحياة ديت، سواء رجل أو ست، رجل مع ست نرجسية أو ست مع راجل نرجسي. أنا عاوزة أتكلم في حتة معينة. طيب هو يا ترى ربنا حدف علينا العلاقة دي ابتلاء، ربنا منزل عنا بالة كده، ولا ده تخليص ذنوب مننا، ولا سوء اختيار في الجوازة من الأول، والجواز ده كان اختيار ولينا يد فيه، ولا بيبقى مقدر في اللوح المحفوظ واحنا بنبقى أسباب، وربنا قبل كده وقبل ما يخلقنا عرف بنوايانا، لأن هو اللي خلقنا، فعرف ان احنا هنقدر ندخل العلاقة دي ونسد الأخطاء اللي فيها. كل ده بصورة بسيطة ومبسطة. الحمد لله على كل شيء في الحياة وعلى ما آتانا الله به من ابتلاء أو بلاء. طيب هنا ايه فرق بقى ما بين البلاء والابتلاء؟ بعض المفسرين قالوا ان البلاء بيجي بمعصية، يعني ربنا مش هينزل حاجة كده علينا من فراغ إلا بذنب مننا. طيب وهنا وجب علينا ايه؟ التوبة والاستغفار. يعني ربنا بيحبنا في كل الأحوال، بلانا بشخص سام عشان نتحمل ونصبر، لأن ربنا قال في السورة الكريمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. وربنا دلوقتي في الآية آخرها قال إيه؟ وبشر الصابرين. يبقى أول درجة نعرفها إن ابتلاءنا في الدنيا بأشخاص مسممة مش بتريحنا، إن بشر الصابرين. تاني حاجة قالوا إن الابتلاء لو كان على طاعة فاسمه ابتلاء، يعني اختبار امتحان، وبرضه هنا علينا إننا نصبر، لأن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس ابتلاء، لأن لما سئل في ذلك قال: من هم أشد الناس ابتلاء؟ قال لك: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وكل مرء ورجل بيبتلى على حسب دينه. يعني إيه؟ على قدر إيمانه، على قدر ما يشيل من مسؤولية، على قد ما يتحمل. وكل ما الابتلاء كان قوي وصعب وتقيل والاختبار شغال عليه وبيرهقه وبينهك أعصابه، كل ما كان أجره صعب عند الله كبير، لأن في باب اسمه باب الصابرين في الجنة. تمام؟ طيب الاختبار كلنا بنختبر فيه طبعا، حتى الطالب بأي صورة من صور الاختبار كلها بنشوف على مستوى حياتنا. الطالب لما يجي يدخل الامتحان ويذاكر دروسه
بيبقى ليه بلاء الامتحان في حد ذاته، هو بيختبر. طيب واللي بيدخل الامتحان وينسى، ما هو ده شيء سيء، يعني بيقولوا عليه بلاء سيء، وفي النهاية ده اختبار وده اختبار. طب أصعب أنواع وأشد ابتلاء بقى بالنسبة للشخص العادي إن يبتلى بشخص زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في الحلقة دي، غليظ الفهم، محدود الإدراك، ما بيشوفش إلا نفسه، ما بيشوفش إلا كلامي أنا الصح، أنا اللي بقول كل حاجة سليمة، أنا ما بغلطش، شغال بالعقل. هو ده الشخص النرجسي. طب إيه المطلوب هنا إن احنا نعمله في العلاقة دي؟ يعني هنصبر وأجرنا وصوابنا عند الله وهنمشيها كده ونتجنن مثلا في النهاية وحياتنا تروح علينا ونص عمرنا أو عمرنا كله يفنى في علاقة بس بتقول لنا فيها ان اصبروا؟ لا، ما هي لها خطوات. بس احنا بنتكلم ان الانسان لو ربنا ما ابتلاهوش يخاف، لان البلاء والابتلاء زي ما احنا قلنا سواء معصية او طاعة فكله في ميزان حسناتنا. البلاء اختبار حلو بيبقى بمعصية فبيخليك تتوب وتقرب من ربنا، يبقى ربنا بيحبك. طب الابتلاء طاعة برضو بتقرب من الله وبتزيد في الأجر والحسنات، سواء ده أو ده أيا كان ربنا بيقربنا منه. طب اللي ما ابتلاش ولا جاله ابتلاء ولا بلاء يخاف ويحط ايده على قلبه، يبقى أنا كده بعيد عن الله. لكن لما ربنا يقربنا منه بأي من هذه الأنواع نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر انه ربنا مش نسينا، لان احنا مش هنعيش في الدنيا دي هباء كده. يعني ربنا بيرفع درجاتنا اهو. كل الانبياء ابتلت، سيدنا ابراهيم عليه السلام سعروا ليه نار النمرود، بيقعدوا يعيدوا في النار شهر، ده من قمة الغلظة وسواد القلوب. فاللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ما ده كان ايه؟ ايمان جاي بنشر دعوة اسلامية، خاتم الانبياء على كمية التعب والارهاق اللي خدها في الرسالة، في نشر الرسالة اللي ربنا امره بيها. ما هو ده هو ده كده معصية؟ لا، ما هو حسن، نشر دعوة ابتلي بيها لها اجر وصواب. سيدنا يعقوب لما ابتلي في عياله ونقروا الرسالة وقالوا ان سيدنا يوسف مات واكلوا الديب ما تبتلى قوي جدا. فزليخة ما ابتلت بالتعلق وحبها لسيدنا يوسف وكذبت وبهدلت الدنيا. فمعنى ذلك ان الانسان يتحط في مواضع زي دي ما يسأمش، ما يزعلش، ما يحزنش، يشوف مقامه ايه، يشوف عمله وحياته ربنا استخدمه في ايه. فالحمد لله ان الانسان ربنا يستخدمه ولا يستبدلوش، لان الحياة ديت هنتسأل عليها. فعلاقة زي اللي انا بتكلم فيها دي هي داخلة من ضمن البلاء والابتلاء سواء حسن او سوء. فدلوقتي الست اللي بتقعد تجتهد على عيالها وتربيهم وتعلمهم القرآن وتنظفهم تسرح لهم وتبسطهم وتلبسهم تشطفهم تأكلهم تشربهم ويرجعوا ينكروا كل ده، هو ده غلط؟ لا، ما هوش غلط، بس ابتلت اهي فيهم. يعني العمل اللي عملته ما كانش معارض للي ربنا عايزه، اللي ربنا طلبه مننا طاعة اهي. يبقى بتيجي البلاء والابتلاء في الطاعة وفي المعصية. ففي تلك الحالتين نحمد ربنا ونشكر فضله على ما آتانا من خير ونقول الحمد لله رب العالمين. ومهما كان كله بيعدي، وإن شاء الله ما فيش حاجة في الدنيا ديت بتيجي من غير ما الإنسان يختبر فيها. فدي كانت حلقتنا النهاردة. كنتم مع هكذا أكون في IP.